السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. معاكم سوسو العربي. النهارده جايين نقدم مع بعض وصفة جديدة سهلة وبسيطة، تنفع للفطار وتنفع للعشاء، وحاجة كده غير تقليدية وطعمها لذيذ وخطير جدا جدا جدا. عشان تعرفوا انا عملت الوصفة دي ازاي، يا ريت نكمل الفيديو للاخر. بس قبل ما ندخل على الفيديو منساش نعمل اللايك والسبسكرايب والشير ونفعل الجرس على الكل عشان يوصل لنا كل جديد من عندي انا سوسو العربي. تعالوا نشوف مكوناتنا ايه للساندوتش الجميل قوي ده والسهل والسريع في نفس الوقت. يلا بينا نشوف مكوناتنا. اهو دي مكوناتنا. معانا بيض وجبنة رومي ولانشون وعيش شامي وزيتون وفلفل. طبعا ده فطار ممكن تحطيه بالشكل ده وتفطروا، هتقلي البيض او تسلقيه. انا بقى حبيت اعمل لكم ميكس من كل ده يبقى ساندوتش يجنن تحفة، تحس ان هو بيتزا كده في نفسه. اول حاجة بقى نكسر البيض بتاعنا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تمام. معايا 4 بيضات. ده هيعمل 4 سندوتشات يا جماعة. المكونات دي هتعمل 4 سندوتشات. السندوتش كبير ما شاء الله. يأكل ويشبع يعني. حطيت معلقة صغيرة من الفلفل ومعلقة صغيرة من الملح، وانا حطيت معلقة صغيرة من الملح لان زي ما قلت لكم هتبقى 4 سندوتشات، فانا حتى مقدار اللي هيعمل لي السندوتشات يبقى طعمها حلو. معايا هنا حوالي 5 6 شرايح كده من الجبنة الرومي، ما يعادل كده تقريبا 60 65 جرام من الجبنة الرومي. تمام تمام كده بقطعهم بالشكل الصغير اللي انتوا شايفينه ده. ولو انتوا عايزين تعززوا الطعم شوية بجبنة موتزاريلا تمام مفيش مشكلة، بس هو الواحد بيعمل بالمتاح عنده. صدقوني جميلة اوي الفكرة وحلوة وعاملة سندوتشات حلوة جدا. وكام شريحة كده من اللانشون، حوالي 6 شرايح من اللانشون. بقطعهم برضو مكعبات صغيرة جدا زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. طبعا كل حاجة واضحة معاكم طريقة التقطيع بسهولة وسرعة في نفس الوقت. وبضيف كل حاجة بقطعها في البولة بتاعت اللي فيها البيض علشان بعد كده هنخلط الخليط ده كله. ما كانش عندي بقى زيتون شرايح، فانا عملت الزيتون اللي هو البلدي الطبيعي ده. تمام. وقطعته بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا بقطعه حتت صغيرة مش تبقى كبيرة علشان توزع معايا حلو في السندوتشات. ومعايا كده قرن من الشطة. لو انتوا عايزين شطة ماشي، مش عايزين بس هو الشطة بتديله طعم حلو قوي. بما ان الولاد بدأوا يحبوا الشطة فانا بقيت بحط شطة كويس. ممكن تحطي شطة ممكن لا، يعني ده اختياري. كنت احط 2 فلفل بقى من اللي هما طلعوا صغيرين شوية بس حلو. برضو بقطعه بالشكل ده. والطريقة دي على فكرة حلوة قوي يا جماعة، بس لما تيجوا تعملوها نزلوا البذر بتاعها قبل ما تقطعوا التقطيعة الأخيرة. أنا قطعتها على طول بس ما عنديش مشكلة. قدرت أفصل البذر شوية عن اللحم بتاع الفلفل نفسه، وكان حلو برضو ما حسيتش بأي حاجة. تمام. فانا هبتدي اخده كده واعمله بالشكل ده. البذر اصلا بيلزق في الايد وما بيتنزلش معانا في البولة. برضو عندي حباية من الطماطم، هشيل اللحم اللي جوه بتاعها ده وانا بقطعه كده علشان انا مش عايزة الساندوتش يبقى فيه نسبة مية ويغيب وكده في التسوية بتاعته. تمام كده تمام كده. برضو بقطعها تقطيع ناعم جدا، يعني حاولوا التقطيع بتاعنا يكون صغير قوي علشان في توزيعه يبقى حلو وفي نفس الوقت يستوي معانا بسرعة. بعد ما قطعت الخضار بتاعي كله بالشكل ده واضفته على البيض هنبتدي بقى. تمام. بضيف الطماطم وهنبتدي بقى نقلبه كده تقليبه حلوه قوي مع بعضها او مع بعضه. الخليط ده خليط تحفه بجد يعني. تمام تمام. يكون عندي بقى طاسه على النار، هحط فيها شويه صغيره جدا من الزيت. الزيت ده كان كتير فانا نقلته في طاسه تانية. وانا جبت لكم الطاسه دي بحرف شويه، هي شكلها مش شاعري بس مش هنقف يعني. تمام. علشان الحرف ده يبقى رافع لي شويه العيش، بحس ان البيض بتاعي ما ينزلش كده يسيح الدنيا. وبحط الكميه اللي انا تكفي الساندوتش بتاعي بالشكل ده وبغطيها لحد ما احس ان هي بدات تبقى نص سوا، علشان هقلبها على الجنب التاني عشان العيش يلزق في مكوناتنا، مبقاش فيه فاصل كده ان الحاجة تقع منك. تمام تمام. وده بعد ما استوى الرغيف بتاعي الاولاني، وهوريهولكوا دلوقتي لما يطلع كده بعمل تيست ان هو استوى ولا لا، فلقيته استوى. تمام. هبتدي اطلعه واعمل كمان رغيف.
واكتفيت ان انا اصور لكم الرغيفين دول، بس انا طبعا كملت بقيه المقدار اللي هم 4 سندوتشات زي ما قلت لكم. المقدار ده البيضه الواحده على رغيف، تمام. فكان التوزيع عادل جدا، وعمل 4 رغيفة، والرغيف طبعا كبير. العيش الشامي مقاس الطاسة دي حوالي 26 أو 28، حاجة زي كده يعني. تمام تمام كده. وده كان الساندوتش بتاعنا تحفة، طعمه رائع جدا. حاجة غير تقليدية في فطارنا بقى وعشانا وكده، وحاجة تبسط الولاد وابو الولاد والجيران والليلة فاهمين انتوا الليلة دي. انا متأكدة ان الساندوتش ده لو جربتوه هيعجبكم جدا جدا. وبصراحة انا بقيت محتارة اصور بالليل، اصور الفجر، اصور امتى. المواصلات عندنا شغالة 24 ساعة، فسامحوني على الازعاج بقى يا جماعة. وبس كده، يبقى ده فيديو النهاردة. اتمنى يكون عجبكم، اتمنى يكون خفيف على قلوبكم. لو عجبكم الفيديو بقى يا ريت تدعمونا باللايك والشير والسبسكرايب، وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل جديد. وعايزة اشكر الداعمين، وكنت معكم انا سوسو العربي. باي باي.